بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي. ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اكلة عظيمة، اكلة كلنا بنحبها. في اكلات كده مجرد ما تسمع اسمها تلاقي نفسك البسمة اترسمت على وشك من هنا لحد هنا. اكلات كده لها معزة في قلبنا غير اي اكلة تانية. النهاردة هنعمل محشي ورق العنب او طاجن ورق العنب على طريقتي. تسمحوا لي اقول لكم انكم مش هتدوقوا في حلاوته ابدا، لا قبل كده ولا بعد كده. هقول لكم على كذا طريقة له، باللحمة او بالفراخ او سادة خالص. النهاردة انا عاملاه سادة، وهقول لكم ازاي تعملوه بالفراخ او باللحم. هقول لكم كمان على طريقة التسوية بتاعته وازاي ما يفكش معاكي، وطريقة لفه كمان. خليكي معايا وتابعي الفيديو للاخر لانه فيه كذا حاجة مهمة في عمايل محشي ورق العنب في الطاجن. شايفين جماله؟ شايفين شكله تحفة ازاي؟ ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي كله. يلا شجعوني واعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ويلا ندخل نشوف الطريقة على طول. هنعمل الاول الصلصة. انا عملتها معاكم في فيديو المحشي قبل كده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تضغطي على عنوان الفيديو وتنزلي هتلاقي اللينك تضغطي عليه هتشوفي الطريقه. بس هقولها لكم سريعا معاكم دلوقتي. هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم كويس، ومعاهم فصين توم ورشه فلفل، مع طبعا نحط السمنه والزيت ونخليهم يصفروا مع بعض كويس، ونضيف عليهم الطماطم اللي مضروبه في الخلاط، كميه الطماطم بتاعتنا، ونسيبهم يتسبكوا كويس، ونحط طبعا التوابل بتاعتنا. تاني حاجة هنعمل دلوقتي معانا نسلق ورق العنب. ده ورق عنب طازة اخضر لسه. هنحضر حلة مناسبة كده ونجيب فيها شوية مية مناسبين، ونضيف عليهم شوية فلفل، شوية كمون، مع شوية زيت، معلقة زيت، مع شوية ملح، وطبعا عصرة ليمون. وبعدين ننزل عليهم بورق العنب، ونسيبه حوالي دقيقتين لحد ما يغير لونه بالشكل اللي انتوا. طبعا هتقولولي انت مش غسلتيه الليل الاول ومش منظمه ليه؟ هقولك في اليوم ده كنت فعلا مشغوله، وبعدين جبته من البياع على طول، وكنت مشغوله ملحقتش ارصه ولا اعمله. بس الافضل المفروض ان انت ترصيه كويس عشان فوق بعضه كده، عشان تعرفي تسلقيه، وكمان عشان يسهل عليكي في اللف بتاعه، ما تقعديش كل شويه تفتحي الورقه وتعملي وياخد منك وقت طويل. لكن انا في اليوم ده فعلا انا كنت مشغوله وما كنتش فاضيه ان انا ارص واعمل، فعملته على طول كده. الصلصه دي دلوقتي لسه ما خلصتش، بنقلبها، وطبعا بنسلق ورق العنب جنبنا. هتقولوا لي ما غسلتهوش ليه؟ هقولك استني عليا. هقولك ليه انا عملت كده. بعد ما يتسلق كده بنحضر حاجه مناسبة كده تحت الحنفية، ونفتح عليها المية وننزل بورق العنب اللي احنا سلقناه. طبعا الطريقة دي بنضرب عصفورين بحجر. اولا بنبرده من حرارة المية السخنة عشان ما يزيدش سواه معاكي ويتهري منك وانت بتلفيه. تاني حاجة بتغسليه من ناحية تانية، ان انت بتغسليه وبتنضفيه، بيبقى كويس معاك وبيبرد وبيبقى كويس ومش هيتهري منك، وهيبقى تمام. عايزه اقولك الطريقه الصح ان انتي تجيبيه من عند بتاع الخضار وترصيه فوق بعضه، وبعدين لما تحبي تستعمليه ممكن تخزنيه، وممكن لما تحبي تستعمليه تسلقيه بنفس الرصه دي. هتسهل عليكي كتير، ودي طريقه سهله ان انت لما تيجي تحشي هتاخدي واحده واحده، مش هتقعدي تفردي كل واحده زي ما انا عملت كده. انا اليوم ده كنت فعلا مستعجله، فانا بقولك بس الطريقه الاسهل لك. لازم ننظم شغلنا عشان ما نشيلش هم خالص. كده هتسلقيه من غير ما يفك منك ولا ياخد معاكي وقت خالص، ولا تقعدي تفردي وتعملي زي ما انا عملت كده. انا بقول لكم الطريقه الاسهل لك. بنبرده كده تحت الميه، وفي نفس الوقت بنغسله، وبعدين بنسيبه في مصفى يصفي الميه اللي فيه، وبعدين هنبدأ نلف فيه عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده. ايوه بالشكل ده. هنعمل بقى الكمية كلها، وبعدين هندخل على الخلطة.
ونبدأ نلف ورق العنب. ممكن يتعمل باللحمة او بالفراخ او سادة خالص. هقول لكم الطريقتين دلوقتي حالا واحنا بنلف مع بعض. هنعمل الخلطة. جهزنا الخلطة بتاعتنا، هسيب لكم اللينك بتاعتها في صندوق الوصف. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، بس هقول لكم سريعا. احنا جهزنا الخلطة، عملنا الصلصة، وبعدين غسلنا الرز وضفناه عليه، وغسلنا الخضار وقطعناه وضفناه عليه، وجبنا بصلايه نية كده قطعناها، بتدي نكهة تانية وطعم تاني. وطبعا ضفنا نص التوابل معاه. بنضيف نص التوابل مع الصلصة وهي بتتسبك، في اول ما تيجي تتسبك كده، ونصها التاني لما نيجي نضيف عليها الرز، بيبقى لها نفس ولها طعم تاني. دلوقتي هنبدأ نلف ورق العنب اهو. بنجيب ورق العنب، الورقة طبعا بيبقى لها وشين اتنين، والوش الاولاني بيكون خشن كده، والوش التاني بيكون ملساء وناعم كده. الوش الناعم ده بيبقى يكون لبره، والوش الخشن ده اللي بنضيف عليه الرز. بنبدأ نضيف كمية مناسبة كده في الورقة، وبعدين نبدأ نلم الورقة ونلفها كده مع بعض من الجناب، وبعدين نلفها كويس عشان ما تفكش مننا. انا كنت بلف على الصينية وبعدين بدأت الفه بايدي، حسيت ان هي اسرع، يعني على حسب الطريقة الاسهل لك والاسرع لك برضو. بنجيب الورقة كده وبعدين نضيف عليها شوية رز ونلمها من الجوانب، نقفلها من الجانبين ونلفها. ايوه بالشكل ده كده. ونبدأ نرص. طبعا جبنا الطاجن بتاعنا، قطعنا فيه بصل وقطعنا فيه طماطم ورشنا رشة فلفل. ممكن تجيبي كمان ايوه زي كده. ونرص بالرصة دي كده. ممكن تجيبي كمان تضيفي تحت اللحمة او الفراخ. وممكن كمان تضيفي بطاطسايه كده تقطعيها شرايح وتضيفيها برضو تحت. لو اول مرة تلفي ورق العنب هقولك ازاي. طبعا في ناس كتير عارفة ازاي. الناس دي تلف وشها لورا الناحية التانية. ازاي تلف ورق العنب. ورق العنب كده بيكون طبقتين، طبقة ملساء وطبقة خشن. الطبقة الخشنة دي هي اللي بنضيف عليها الرز، والطبقة الناعمة هي اللي بتكون الطبقة الخارجية. ونبدأ نفردها كده على الصينية، وبعدين نضيف عليها الرز ونلفها، نتني الجوانب كده ونلف كده، ونحاول نخليها جامدة عشان ما تفكش مننا، ونلف بالشكل اللي انا بلفه ده كده. ونرص طبعا في الطاجن نفس الرصة دي، عشان لو جيت تقلبي الطاجن يبقى كويس ويبقى ماسك نفسه وما يقعش مني، زي الشكل ده كده بالظبط. دلوقتي هقولك لو حبيتي تضيفي لحمة مع الطاجن ده، بحيث لو انت حبيتي تقلبي الطاجن اللحمة هتكون فوق الوش. اولا هتجيبي اللحمة هننضفها طبعا كويس، او فراخ هننضفها طبعا كويس ونغسلها. وطبعا المفروض اللحمة دي تكون من الريش او ستيك، يعني تكون بتستوي بسرعة يعني. هنحضر حاجة واسعة كده ونضيف عليها معلقتين سمنة، وننزل عليها بورقتين لورا وحبهان ومستكة لو متاح، وبعدين ننزل باللحم. ويفضل طبعا اللحمة تكون من الريش او الستيك عشان تكون بتستوي بسرعة. ننزل بيها في السمنة كده عشان تاخد صدمة على نار عالية، نديها تشويحة. لما تاخد لون على نار عالية نقلبها من الناحية التانية، نقلبها كده للناحية التانية، وننزل عليها بشوية فلفل اسمر وشوية كمون ورشة ملح عشان تديها نكهة وريحة حلوة. تمام. ولو في دبس رمان ممكن تضيفيها عليها تبقى تمام وتدي لون وطعم حلو. وبعدين نقطع بصل زي ما احنا عملنا كده. وبعدين نضيف اللحمة نرصها كده تحت في الطاجن، وبعدين نرص عليها ورق العنب. شايفين بعد ما رصيت الطاجن بقى عامل ازاي؟ بسميه طاجن السعادة يا جماعة والله. شفت شكله اصلا يفتح النفس ازاي. دلوقتي هنزوده وهقول لكم مستوى الشوربة او التزويدة بتاعته بتكون ازاي. بصوا التزويدة الشوربة بتاعته في مستوى الطبقة قبل الاخيرة، يعني الطبقة الاخيرة ما تكونش عليها شوربة، يكون مستوى الشوربة بالشكل اللي انت شايفاه كده. دلوقتي هقولك ازاي بنسويه. طبعا هنسويهم في الفرن. هنجيب الفويل طبعا دلوقتي ونغطي الطاجن كويس جدا، وبعدين فرن ناره عالية هندخل الطاجن فيه.
هنغطيه طبعا بالفويل زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين فرن ناره عالية وندخل الطاجن فيه لحد ما يغلى. اول ما يغلى نحسب 10 دقايق، لحد بعدها نوطي الفرن. وبعدين في نص الوقت كده نحاول نشيل الفويل بالراحة كده ونشوفه استوى ولا لسه، ونسيبه نوطي عليه خالص لحد ما يستوي. ايوه النار بتبقى عالية بالشكل ده لحد ما يغلى نبدأ نسيبه 10 دقايق زي ما قلتلك، وبعدين نوطي عليه لحد ما يستوي خالص. دلوقتي الطاجن بتاعنا استوى استوى اهو. بصوا شكله ومنظره جميل ازاي، شفتوا الروعة. انا عايزة اقول لكم الكاميرا اصلا ظالمة شكله ولا ريحته بقى، والله كانت ريحته قلب الدنيا وكان طعمه تحفة تحفة. عايزاكم تجربوه. دلوقتي هفتح معاكم صبع اهو. بص من جوه الرز مفلفل ولا معجن ولا حاجة، طبعا هو سخن انا مش عارفة اشيله في ايدي. وشكله بقى على السفرة بصوا يفتح النفس بألف هنا وشفا. شايفين شكله جميل ازاي وتحفة ازاي. بتمنى النهاردة يكون وصفتي عجبتكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.